بيبدأ الفيلم في حلبة ملاكمة شوارع وبتكون على فلوس، وبنشوف ملاكم اسمه فورد وبيقاتل خصم ليه، وفورد بينتصر عليه بكل سهولة، وبيكون ده سادس انتصار على التوالي لفورد، وبيبان عليه انه مقاتل قوي. والحكم بيسأل الحضور بيقول لهم مين المقاتل السابع اللي عايز يتحدى فورد، وبيدخل من وسط الحضور ملاكم اسمه دالتون وبيكون عاوز يتحدى فورد، فبيخش الحلبة وبيقلع هدومه وبيبدأ يجهز. لكن فورد لما بيشوف دالتون بيخاف منه وبيرفض يقاتله لأنه بيكون عارفه كويس، وبيعلن انسحابه عن المباراة من قبل حتى ما يلعب. وبعد انسحاب فورد دالتون بياخد رهان الماتش وبيمشي دالتون من المكان، وبيجيله واحد بيقوله انا خسرت رهاني على مباراة بسببك، وبيطعن دالتون في بطنه بالسكينة. والغريب ان دالتون بيكون هادي جدا ومش بيعمل الراجل ده اي حاجة وبيسيبه يطعنه، والمجرم ده بيتفاجئ من ردة فعله وبيسيبه يجري، وبيتحرك دالتون لعربيته والسكينة في بطنه، فبيروح يطلع شاش وبلاستر من عربيته علشان يعالج الجرح. وبتجيله واحدة اسمها فرانكي، وفرانكي كانت في الحلبة وشافت فورد لما خاف من دالتون وهرب، وكانت معجبة بدالتون وبتقوله انت كسبت حتى من قبل ما تلعب، وخصمك خاف منك علشان عارف تاريخك. وفرانكي بتاخد بالها من السكينة اللي في بطنه، فبتقوله لو عايز مساعدة، فبيخليها تمسك الشاش وبيبدأ يعالج الجرح اللي عنده. وفرانكي بتعرفه انها فاتحة حانة قريبة من هنا في مدينة جلاسكي، بتقوله انها دايما بيجيلها زباين مش كويسين وبيفضلوا يعملوا لها مشاكل، وكمان بيكسروا لها في المكان، والشرطة مش بتقدم المساعدة خالص. والزبائن اللي كانوا عندي يخافوا من الناس دي وهربوا من المكان، وانا جيت الحلبة عشان كنت عايز فورد يحميلي الحانة، بس بعد ما شفته وهو بيهرب وكمان خايف منك قررت تكون انت الحارس الشخصي للحانة، وهدفعلك فلوس كويسة واكتر من اللي انت بتاخدها في الماتشات بتاعة الملاكمة. وانت شكلك محتاج فلوس عشان عربيتك باين عليها قديمة جدا، وكمان هوفر لك مكان تنام فيه. بس دالتون بيرفض العرض بتاعها وبيقول لها انه مرتاح كده، بيقول لها ان انا رأيي تدي العرض ده لفورد. لكن فرانكي بتكون مصممة على دالتون، فبتكتب له رقمها في ورقة وبتديهوله وبتقوله فكر وكلمني. ودالتون بينام في عربيته لان ما عندوش بيت ينام فيه، فبتجيله شرطية وتقوله ممنوع الوقف هنا وبتطلب منه يتحرك. وبيفضل دالتون سايق بالليل وما عندوش مكان يروحه، وكان بيسمع ماتشات الملاكمة على الراديو، وبسبب حياته البائسة كان بيفكر في الانتحار، فبيقف بعربيته على شريط القطر، فالقطر بيقرب وكان على وشك يدوسه، بس دالتون بيرجع في كلامه في اخر لحظة فبيتحرك، بس القطر كان خبط عربيته من ورا. وبعد اللي حصل ده دالتون بيقرر يروح يشتغل في الحانة بتاعت فرانكي، فبيركب اتوبيس وبيروح على مدينة جلاسكي اللي فيها الحانة، وبيقف يدور على الحانة بتاعت فرانكي لانه ما كانش عارف اسمها. فبيقابل بنت صغيرة اسمها تشارلي شغالة في محل كتب، فلما تشارلي بتلاقي دالتون غريب عن المنطقة فبتروح له عشان تتعرف عليه وبتديله كتاب كهدية. ودالتون بيسألها عن مكان الحانة، ففي الوقت ده بيخرج ابو تشارلي وبيكون اسمه ستيفن وبيسلم على دالتون، وبيعرف دالتون بمكان الحانة بتاعت فرانكي، فدالتون بيشكرهم وبيمشي، وبيوصل الحانة وفرانكي بتتبسط لما بتشوفه. ودالتون بيتعرف على لورا وبيلي اللي شغالين في المكان، ودالتون لما بيشوف الحانة بيلاقيها مكان هادي جدا وجميل، وبيستغرب ان في مشاكل وخناقات بتحصل هنا، بس مش بيعدي وقت طويل وبتبدأ الخناقات والمشاكل تبدأ تشتغل ما بين الزبائن السكرانين. بس العامل بتاع الطلبات اللي اسمه بيلي بيتدخل وبيهدي الموقف، ودانتون كان شايف الخناقات دي وشايفها حاجة بسيطة ملهاش لازمة يعني ان هو يقوم. لكن بعد شوية بيوصل شوية من سواقين الموتوسيكلات، والقائد بتاعهم اسمه ديل بيدخل يعمل فوضى في المكان، وبيفضل يقلب الترابيزات وبيكون مش همه حد. وفرانكي بتبص لدالتون ومستنياه يتصرف، وده اللي بيبقى بيغلس على واحدة في الحانة، وبيلي بيتدخل وبيحاول يبعده عنها، فديل وعصابته بيلتفوا حوالين بيلي وبيقولوله انت هتتضرب حالا. وهنا دالتون بيقرر يتدخل وبيقول لبيلي امشي انت يا بيلي روح شوف الزباين، فديل اللي بيقول لدالتون وانت مين انت تحب تتضرب مكانه؟ فدالتون بيقول له اتضرب، طب ما تيجي نتكلم بره كده ونشوف مين هيضرب التاني. فده اللي بيرفض بيقول له لا انا هضربك هنا جوه الحانه، فبيمسك عصايه البلياردو وبيكسرها. فدالتون بيسالهم ايه الموتوسيكلات اللي بره دي بتاعتكم؟ فرد عليه واحد من العصابه اسمه مو وقال له اه. فدالتون خرج من الحانه وبيروح ناحيه الموتوسيكلات، بس ديل ورجالته بيجوا وراه. فدالتون بيقول لهم ما تقلقوش انا مش هكسر موتوسيكلاتكم، انا كل اللي كنت عايزه ان اجيبكم هنا بره. فديل بيقول له احنا مش هنمشي من هنا غير لما نقتلك، وكل الناس بتخرج من الحانة علشان تتفرج. ودالتون بيقول لديل ملهاش لازمة تتضرب قدام عصابتك، فديل بيضحك وبيستهزأ بيه. وراح دالتون فجأة راح ضارب ديل ونزل ضرب في عصابته، وبيسدد لكمات قوية ليهم كلهم، وبيجيبهم على طول أرض وبيكسر دراع واحد والتاني بيعمل له خلع في المفصل. وديل كل ما بيحاول يضربه
بيلاقي نفسه هو اللي بيتضرب، ودالتون بيتغلب عليهم كلهم من غير ما يبذل اي مجهود. كلهم بيقعوا على الارض حواليه، وبسبب اصاباتهم الخطيرة دالتون بياخد عربية فرانكي وبيوصلهم لأقرب مستشفى. وفي ممرضة اسمها إيلي بتشوف عصابة ديل وهما مصابين، وبتفهم إن دالتون هو اللي ضربهم، فبتخرج وراه وتلحقه قبل ما يمشي. فبتقول له مش عارفة أشكرك علشان جبت مرضى للمستشفى ولا بلغ عنك. فدالتون بيقول لها الشرطة في المدينة دي مش بتهتم بالناس الغبية اللي زي دول. وإيلي بتاخد بالها إن دالتون بينزف من بطنه، فبتطلب منه إنه يدخل المستشفى علشان تعالج له الجرح. ودالتون بيوافق وبيدخل المستشفى. وإيلي بعد ما بتشوف الجرح بتقوله الجرح مش خطير بس لازم يتخيط. بس دالتون بيرفض ان الجرح يتخيط، وبيقول لها ان الجرح ده غلطتي وان لازم يحس بألمه علشان بعد كده ياخد باله. وإيلي بتوافق وبتحط له بلاستر بس على الجرح وبتديله مضاد حيوي. دالتون بيشكرها وبيمشي، وبنشوف 3 أشخاص من عصابة ديل بيراقبوا دالتون. ودالتون بيرجع للحانة، وفرانكي بتشكره على اللي عمله وبتديله مرتب اسبوع مقدم. بتعرفه انها عندها مرسى قريب هنا من الشاطئ، وبتعرض عليه ياخد قارب من القارب اللي هناك دي وينام فيه. بس بتقوله خلي بالك في تمساح خطير عايش هناك. ودالتون بيروح هناك عند القارب وبيكون مبسوط جدا، وبيحلم وهو نايم انه في حلبة ملاكمة وبيقاتل على بطولة العالم. بس لورا اللي شغالة في الحانة بتيجي وبتصحيه من حلمه، فبتقوله انا جبت لك فطار، وبتشكره على اللي عمله امبارح في العصابة. وبتقوله انها كانت على وشك تسيب الحانة بسبب العصابة دي، بس بعد اللي انت عملته شكلي هرجع في كلامي وشكل الاحوال هتتحسن على ايدك. ودالتون بيبتسم وبيشكرها على الاكل. ودالتون بيخرج بعدها وكان رايح لتشارلي اللي اديته الكتاب. ودالتون بيستغرب لما بيعرف ان كل الناس في المنطقة بقت عارفاه وبتسلم عليه، وبيكونوا بيسلموا عليه بسبب اللي عمله امبارح في العصابة. ودالتون بيخش على تشارلي المحل وبيسلم عليها وبيطلب منها يستخدم الكمبيوتر اللي عندها، فشارلي بتوافق. فدالتون بيروح يقعد على الكمبيوتر، فتشارلي بتشوف واحد صاحب محل بيتخانق معاه حرامية. فتشارلي بتمسك عصاية البيسبول وبتروح للاتنين الحرامية وبتقول لهم يمشوا من هنا حالا. ودالتون بيسمعها وهي بتزعق، فبيخرج من المحل. والحرامية اول ما شافوا دالتون خافوا ومشوا. ودالتون بيستغرب من شجاعة تشارلي، فبيسألها فين والدك، فهي بتقوله ان ابوها بيشتغل شغلانة تانية لان بيع الكتب مش بيكسب فلوس. وبتعرفوا ان مامتها توفت السنة اللي فاتت. بعدها دالتون بيرجع للحانة، وساعتها كان عمال النظافة بينضفوا المكان. حتى عمال النظافة بقوا عارفين دالتون وبيسلموا عليه. فدالتون بيستغرب وبيسأل فرانكي هو ازاي كل الناس عارفة اسمي. فهي بتقوله معلش النميمة عالية اوي عندنا في المنطقة، وكل الناس عرفت انك ضربت ديل ورجالته. وبعدها بنروح لرجالة ديل، وساعتها كانوا رايحين كلهم يتجمعوا في اليخت. رايحين يتجمعوا عند الزعيم بتاعهم اللي اسمه برانك. وبرانت بيبقى عارف ان كلهم اتضربوا من دالتون، وبيعرف منهم ان ديل لسه في المستشفى علشان حصل له ارتجاج في المخ. وبرانت بيكون متضايق جدا لانه كان عايز الحانة بتاعت فرانكي متدمرة ومش عايز زباين يدخلوها. وبرانت بيقول لهم ازاي عيل واحد يضربكم كلكم. ومو بيقول له كان شخص غريب جدا، وكان باين عليه شخص مسالم وهادي بس ضرباته كانت عنيفة وقوية. فبرانت بيتعصب منهم وبأمرهم يمشوا من عنده حالا. وبنرجع للحانة وفي خناقة تانية بتدور ما بين اتنين. فدالتون بيقول لبيلي خلي بالك لما تتدخل علشان اللي لابس احمر مخبي سكينة في لبسه. واول لما يطلع السكينة رجع لورا وضربه بسرعة في وشه. وبيلي بيكون مقلق شوية وبيخش يفض الخناقة، واللي لابس احمر فعلا بيطلع السكينة. فبيلي بينفذ اللي دالتون قالهوله، فبيتفاجئ فعلا انه قدر يوقعه. وقبل ما يرجع له تاني دالتون بيتدخل بيضربه وبياخد منه السكينة وبيقوله ممنوع الحاجات دي تدخل المكان. وبيلي اتحسن انه بقى قادر يتعامل مع الزبائن اللي بتعمل مشاكل، وده بفضل توجيهات دالتون. فبيروح دالتون لواحد شغال جنب الحانة وبيكون اسمه ريف. ودالتون بيعرف ان ريف كان ملاكم سابق، ودالتون بيطلب منه يجي يساعد بيلي في طرد الزباين. وريف بيوافق وبيساعد بيلي فعلا، وهما الاتنين بيقدروا يطردوا الناس اللي بتعمل مشاكل بكل سهولة. وبفضل دالتون وريف وبيلي الحانة اتحسنت ومبقاش بيحصل فيها مشاكل كتير. وفي يوم دالتون بيشوف ديل وعصابته واقفين بالموتوسيكلات وبيمشوا بعدها وشكلهم ناويين شر لدالتون. ودالتون بعدها بيحلم تاني انه في مباراة ملاكمة كبيرة، وبعد لما بيصحى بيروح يفطر في مكان. بالصدفة ممرضة إيلي بتكون موجودة فبتشوفه وتسلم عليه. ودالتون بيسألها عن طبيعة الناس اللي هنا في المدينة، فبيقولها انه حاسس انهم عدوانيين شوية. وإيلي بتقوله انها كانت لازم تحذره من الناس اللي هنا، انها اتربت وعاشت في المدينة دي وعارفاها كويس جدا، وان الناس لو عايزينها هنا حاجة معينة بيعملوها بالإجرام، والشرطة نادرا لما بتظهر. فبتقوله انا بحذرك لو عملت مشكلة لحد لازم تخلي بالك من نفسك. هما الاتنين بيقعدوا يتكلموا ويهزروا وبينجذبوا لبعض. وبالليل دالتون بيكون بيتمشى ومروح،
فجأة في شاحنة بتنطلق ناحيته بسرعة علشان تدوسه، بس دالتون بياخد باله على آخر لحظة والشاحنة بترجع له تاني تخبطه، ودالتون بينط في شنطة الشاحنة والشاحنة بتخبط في الجسر وبتكون على وشك إنها تقع، وبيطلع اللي كان سايق الشاحنة هو ديل. بيهرب منها هو وصاحبته وبيسيب دالتون والشاحنة يقعوا في المية، بس لحزن الحظ دالتون بيقدر يعيش وبيروح للقارب، بس بيلاقي ديل موجود وبيرفع عليه السلاح، وديل بيقوله بما انك ممتش فانا هقتلك بالسلاح عشان اضمن انك ميت. ودالتون بكل هدوء بيقوله انا هسألك سؤال، انت ليه بتعمل كل ده معايا؟ ومرة واحدة دالتون بيشوط الترابيزة عليه وبيهاجمه وبيمسكه وبيرميه من القارب وبيرمي السلاح بتاعه في المية، وديل بيقوله ده تصرف غبي منك علشان انا هطلع لك دلوقتي واقتلك. لكن فجأة بيظهر التمساح اللي فرانكي قالت عليه، ودالتون حاول ينقذ ديل لكن التمساح بيقدر ياكل ديل وخلص عليه. وتاني يوم الصبح بتيجي الشرطة وبتدور على جثة ديل، بس مش بيلاقوا أي أثر للجثة. وفي شخص غريب بيتكلم مع دالتون عن ديل وبيعرفوا إن ديل عضو في عصابة مخدرات. ودالتون بعد ما سمع الكلام ده بيروح لتشارلي وبيخليها تساعده وتعرف له فين الأماكن اللي بتنطلق منها القوارب في المدينة، لأن دالتون كان بيحاول يعرف صفقات المخدرات بتتسلم منين. وهو خارج من عندها بيوقف شخص من رجالة براند فبيقوله تعالى معايا عشان الزعيم بتاعي عايزك، بس دالتون مش بيرضى يجي معاه. فالراجل بيوري دالتون ان معاه مسدس وبيهدده بيه، فدالتون بيقرب منه وبيكلمه بكل هدوء، فبيقوله المسدس ده مش هيخوفني، انا لو كسرت صوابعك مش هتعرف تمسكه. وهو بيطلع مسدسه فدالتون مسكه وكسر له صابعه، وبيقرب من دالتون واحد تاني من العصابة بس بيتراجع ومش بيرضى يشتبك مع دالتون. ودالتون بيقول لهم قولوا للزعيم بتاعكم لو عاوزني يجيلي لحد عندي في الحانة اللي انا شغال فيها. ودالتون بعدها بيروح يقابل فرانكي وبيسألها ليه ديل ورجالته كانوا بيجوا يكسروا في الحانة بتاعتك، وفرانكي بتقوله مش عارفة السبب بس هم مجرد عصابة وده اللي العصابات بيعملوه. والشخص اللي دالتون كسر صوابعه بيروح يحكي لبرانت عن اللي حصل، وبرانت بيتعصب جدا لانه بيكون عاوز يمشي فرانكي وياخد منها الحانة لانه بيكون عايز يفتح منتجع كبير، بس المشكلة ان فرانكي مش عايز يسيب الحانة باي شكل. بعدها ابو برانت اللي اسمه جيرارد بيتصل بيه، وبرانت بيخاف وبيقلق لانه المفروض اخد اوامر من والده انه يتخلص من الحانة بتاعت فرانكي في اسرع وقت. وبسبب ان برانت مش عارف يتصرف فجيرارد بيروح يتصل بمقاتل قوي اسمه نوكس وبيطلب منه المساعدة. وعلى الناحية التانية إيلي بتيجي لدالتون بالقارب وبتخليه يركب معاها وبيوصلوا لشاطئ بعيد مفهوش حد، وبيقعدوا هما الاتنين سوا بيشربوا مشروب. وإيلي بتسأله عن الشخص اللي أكله التمساح فهو بيحكي لها عن سبب خناقتهم، فبيقول لها إن ديل ده شغال عند زعيم عصابة اسمه برانت، وإيلي بتكون عارفة برانت وسامعة عنه، فبتقوله قالت برانت دي تملك تقريبا نص مدينة جلاسكي. فدالتون بعدها بيقوم وبيقول لها احنا لازم نمشي، فإيلي بتستغرب وبتقول له ايه اللي حصل. فدالتون بيقول لها انت كويسة جدا ومفروض تستاهلي حد أحسن مني، بس إيلي بترفض كلامه وبتعترف له انها معجبة بيه. في الوقت ده نوكس بيكون وصل مدينة جالاكسي وبيخش على رجالة برانت وبياكل اكلهم، ورجالة برانت بيكونوا مش عارفين من نوكس ده، ونوكس بيخش فيهم كلهم شمال. وبعدها بيوصل برانت وبيقابل نوكس بعد ما ضرب رجالته، فبيسأله انت مين؟ فنوكس بيقول له ابوك اللي بعتني وقال لي ابعت لك الرسالة دي، وهو عرفني انك مش عارف تسيطر في المدينة وان في حد واقف في طريقك، فابوك بعتني هنا علشان اتصرف. بس برانت بيقول انه مش عايز مساعدة من حد وروح قول لابويا انا ورجالتي هنتصرف. بس نوكس مش بيهتم لكلامه وبيقول له فين الراجل اللي عامل لك مشاكل. فبرانت بيقوله ما ينفعش نروح نقتله قدام الناس، لازم لما نقتله تكون طريقة عقلانية. ونوكس بيضحك ويقوله ما تقلقش مادام انا وكلت بالمهمة يبقى المهمة هتخلص وهي مسألة وقت والراجل ده هيكون ميت. فبرانت بيقوله انه هيحاول مرة كمان يتخلص منه بطريقته ولو فشلت فخش انت وتصرف. ودالتون وإيلي بيكونوا لسه راجعين للمدينة وبيجي 2 ضباط لدالتون وبيطلبوا منه يجي معاهم عشان رئيس ضباط المدينة طالب يكلمه. ودالتون بيجي معاهم وإيلي بتبقى شافت ده، ورئيس الضباط اللي اسمه ديك بيقابل دالتون بيقوله انا هعتبرك صديقي وهديك نصيحة، بيقوله انه ياخد بعضه ويمشي من المدينة. فدالتون بيقوله انه مش هياخد منه نصايح علشان هما مش اصدقاء. فديك بيقوله طيب بس انا ممكن استخدم اساليبي الخاصة وممكن ارميك في السجن لاي سبب. فدالتون بيستهزأ بكلامه وبيستفزه. فديك بعدها بيأمر الضباط يخرجوا دالتون من العربية وكمان يضربوه، وفعلا بيسمعوا كلامه وينزلوا في ضرب. وديك بيرفع سلاحه عليه وكان هيقتله، بس ساعتها بتوصل إيلي وديك بيتراجع عن اللي بيعمله، وإيلي بكل جراءة بتضربه بالقلم وديك مش بيعملها اي حاجة. وإيلي بتاخد دالتون وبتمشي، وبيطلع ان ديك ده اصلا يبقى ابو بيلي.
وبيلي بتقوله دالتون انها مش بتحبه اطلاقا، لدرجة انها غيرت اسمها، وبتقوله برانت اللي انت كلمتني عنه ابوه اسمه جيرارد وده زعيم عصابة كبير، وان ابوها للاسف شغال معاه، وجيرارد ليه استثمارات كتير هنا في المدينة وبيتاجر في المخدرات. تقول ان شكل ابوها شغال عند ابنه كمان، فممكن برانت انه يكون امر ابوها انه يقتلك، تقوله لازم يمشي من المدينة، ودالتون بيكون محتار ومش عارف يعمل ايه. بعدها بنشوف اتنين من رجالة برانت رايحين ناحية محل الكتب بتاع تشارلي، معاهم جيركن بنزين وبان انهم هيولعوا في المحل علشان يضايقوا دالتون. وتشارلي بنشوفها بكل شجاعة بتمسك المضرب علشان تدافع عن المحل. وبالليل ودالتون في الحانة بنشوف برانت بيجي لنفسه لدالتون وبيقعد معاه، بيقوله بما انك مش بتمشي بالتهديد ولا حتى راضي تموت، فانا عايز اعرف شخص غريب زيك بيعمل ايه هنا. ودالتون بيبقى بارد ومش بيرد عليه، فبرانت بيوريله فيديو قديم لدالتون مباراة ملاكمة وكان ضد واحد صاحبه، وفي المباراة دي كان ساحب دالتون استسلم خلاص، بس دالتون فضل يضرب فيه لحد ما موته، ومن ساعتها دالتون مكتئب وهادي بالشكل ده. وبرانت بيفضل يستفز في دالتون وبيفكره انه قتل صاحبه، بس دالتون بيفضل هادي ومش بيديله اهتمام. فبرانت بياخد بعضه وبيمشي وبيطلع لنوكس وبيديله الضوء الاخضر وبيقوله روح خلص على دالتون. وفعلا نوكس بيخش الحانة وبيكون معاه عصاية وبيبدأ يكسر في المكان وبيضايق الفرق اللي بتغني. ولما بيلي بيتدخل نوكس بيضربه وبيمسك ريف وبيقلبه، وفي 3 بيمسكوا نوكس وريف بينزل فيه ضرب، بس نوكس بيقدر يخلص عليه ويضرب ال3 اللي هما ماسكينه، والحانة بتتقلب فوضى حرفيا. ونوكس بيفضل ينادي على دالتون، ودالتون بيجيله وبيحاول يبقى هادي معاه، بس نوكس بيبقى فاهمه واداله الدماغ وبدأ يضربه، لكن دالتون سدد له كذا ضربة قوية، فراح نوكس ضربه بالرجل وشاله ورماه، بس دالتون مش بيتهزم بسهولة وفضلوا يتبادلوا الضرب لحد واحد من رجالة برانت مسك دالتون وكتفه، ونوكس فضل يضرب في دالتون لحد ما في 2 من السكان دافعوا عن دالتون ومسكوا نوكس، ودالتون اتخلص من الراجل اللي مكتفه ورجع يكمل قتاله مع نوكس، بس نوكس مسكه وقطعه ضرب ورماه بره الحانة، ودالتون تقبل الهزيمة واخد بعضه ومشي. وإلي بتبقى وصلت وبتحاول تساعده بس هو مش بيرد عليها وبيمشي، فبيرجع للمركب وبيمسح الدم اللي على وشه وبيجهز شنطته وكان ماشي، بس فرانك بتجيله وبتحاول تقنعه يفضل موجود وبتصرحه بالحقيقة بان برانت بيحاول ياخد منها الحانة، بس فرانك مش راضية. بتعرفوا ان برانت خد كل الاراضي والمحلات اللي في المنطقة ما عدا الحانة بتاعتها، وعايز يهد كل ده علشان يبني منتجع للاغنياء. فبتتأسف لدالتون وقالت له ان المفروض كانت تقوله من اول ان اللي بيضايقها دول عصابة خطيرة، فدالتون مش بيهتم لكلامها وكان ماشي. ففرانك بتقوله معقولة انت خايف منهم؟ فدالتون بيقول لها انا خايف، وبيسيبها وبيمشي وبيوصل عند موقف الاتوبيسات، بس بيشوف محل الكتب بتاع تشارلي بعد ما حرقته العصابة، فبيقلق وبيسأل عليهم، فبيعرف ان تشارلي وابوها انتقلوا للمستشفى. فدالتون بيفضل يفكر يمشي ولا ينتقم من عصابة برانت، وبيقرر في الاخر يروح لعصابة برانت وبيلاقي الشخص اللي ولع في محل تشارلي اللي اسمه فينيس. ودالتون بيقوله انا كنت ماشي خلاص، بس بعد اللي انتوا عملتولي البنت الصغيرة انا قررت اقعد. وبيفضل يقرب من فينيس، وفينيس بيجهز سكينة علشان يقتله بيها وبيهاجمه، بس دالتون اتفاداه وضربه في رقبته، وفينيس مش بيقدر يتنفس بسبب الضربة وبيموت. دالتون بيقول فرانك لما سألتني انت خايف قلت لها ايوه انا خايف، والحقيقة انا خايف، بس خايف من اللي يحصل لما حد يعصبني. دالتون بعدها بيخرج وبيشوف مو اللي كسر دراعه قبل كده، ودالتون لما بيسأله فين برانت فبيخاف منه وبيقوله مش عارف، ولكنه عارف حاجة تانية انه هرب مخدرات الساعة 5 الصبح على الشاطئ. ودالتون بعد ما خد منه المعلومات دي بيروح ينام شوية وبيحلم بماتش الملاكمة اللي قتل فيه صاحبه، وبيطلع ان ده نفس الماتش اللي كان بيحلم بيه في المرات السابقة، ودي بتكون ذكرى سيئة مش قادر ينساها. وبيصحى الساعة 5 سلل للشاطئ وبيشوف صفقة المخدرات، كان في ضابط هو اللي بيبعت الفلوس لتجار المخدرات بالقارب، بس دالتون ظهر من وراه وضرب على دماغه وافقده الوعي، وشاف شنطة الفلوس واخدها معاه. وبيرجع بعدها المركب وبيجهز متفجرات، بس ديك بيدخل عليه وبيقوله انه مش جاي يقبض عليه، بس برانت سرق إلي بسبب انك خطفت فلوسه، وقاله انه هيقتلها بكرة لو انت مرجعتش الفلوس، وانا بطلب منك تساعدني عشان نرجع بنتي. ودالتون بيوافق يساعده، فبيقوله انه هيطلع فلوس من المكان اللي هو مخبيها فيه وهيجي يقابله هو وبرانت. وبعد شوية دالتون بيركب القارب وبيروح يقابل برانت وديك، وبرانت بيقوله دالتون فين فلوسي؟ فدالتون بيقعد يقول لهم انا مش شايف إلي ومش مقتنع ان هي اتخطفت اصلا، وده مش منظر واحد بنته لسه مخطوفة. فديك بيقول له هو انت فعلا صدقت ان برانت يخطف بنتي؟ ده احنا شركاء. فبرانت بيقول له بصراحة انا خطفتها فعلا عشان كان لازم اضمن انك مش هتخوني. فديك بيتعصب عليه، فبرانت بيقول له لما اخد فلوسي هرجع لك بنتك. فدالتون بيتريق عليهم وبيقول لهم اسيبكم انا بقى تخلصوا خناقتكم دي.
فبرانت بيوقفه بيقول له يا ابني انت عملت لي مشاكل كتير. وهما بيتكلموا نوكس بيكون جاي عليهم بالقارب، وبرنت اصلا ما كانش بيطيقه وبيقول لرجالته بلاش المعتوه ده يدخل اليخت بتاعي. بعدها دالتون بيطلع مفتاح من جيبه وبيفعل المتفجرات اللي حاططها وبيحصل انفجار كبير. ويروح دالتون يدور على ايلي ويضرب رجالة برانت اللي بيقفوا قصاده وبيقعد يدور عليها لحد ما بيلاقيها، وبيطلعوا هما الاتنين على سطح المية. ودالتون بيشتبك مع رجالة برانت وبرانت بيخطف ايلي تاني وبياخدها على قارب وبيهرب. ونوكس بيبقى راكب القارب وبيحاول يقتل دالتون، بس دالتون بيقدر يمسك في القارب وبيطلع عليه. ونوكس كان هيهجم عليه بس دالتون بيقدر يوقعه في المية، لكن نوكس بيبقى ماسك في الحبل بتاع القارب. ودالتون بيطارد برانت وبرانت بيشوفه وبيلف بالمركب بتاعه ناحيته والاتنين بيصطدموا ببعض. ودالتون بيطير في الهواء وبيقع في المركب بتاعت برانت. وايلي حاولت تضرب برانت كان هيضربها بس دالتون بيمنعه وبيضربه. المركب كانت ماشية بسرعة ناحية الشاطئ، فدالتون وايلي بينطوا بسرعة والمركب فعلا بتخبط في كفاح على الشاطئ وبرانت بيطير في الهواء، بينما نوكس بيطلع على الطريق وبيثبت واحد وبياخد عربيته. وعلى الناحية التانية دالتون بيروح لبرانت في الحانة ويضربه بكل غل. وبرانت ما كانش مصدق ان مشروعه باظ بسبب حتة راجل كان جاي كحارس للحانة. وما في ثواني ونوكس بيقتحم المكان بالعربية، وهو ودالتون بيبدأوا مواجهتهم الأخيرة. وفي البداية نوكس كان مسيطر على القتال ونازل ضرب في دالتون بكل قوته، بس دالتون مش بيستسلم بسهولة وبيبدأ يسد لنوكس ضربات قوية. بس نوكس بيرجع تاني يسيطر القتال وبيضربه وبيقلبه على الأرض واداله ضربة برجله وطياره وبيرميه على الآلات الموسيقية وبيكمل ضرب فيه. القتال ما بينهم كان قوي جدا، وهدوء دالتون هو اللي بيخليه يرجع يسيطر تاني على القتال وبيستنى اللحظة المناسبة وبيبدأ يضرب نوكس وبيشيله وينزل بيه على الأرض. بعدها بيمسكه ويخنقه من رقبته ونوكس بيحاول يتخلص من مسكته وفعلا بيقدر يفلت منه ومسك رمح صغير وطعنه بيه في مكان جرحه القديم. ودالتون بيفضل يتألم على الأرض وكان خلاص اتهزم. وبرانت بيفوق وبيقول لنوكس يلا اقتله وخلص عليه، بس نوكس بيمسك برانت وبيكسر رقبته علشان اتخنق منه. كان رايح يقتل دالتون بس دالتون بيوقفه على آخر لحظة وبيسحب الرمح اللي في بطنه وبيطعن بيه نوكس في رجله، وبياخد الرمح من ايده وبيطعنه في رقبته وبيسحب الرمحين وبيفضل يطعنه بيهم في كل حتة لحد ما نوكس بيموت نهائيا. وعيله بتوصل وبتشوف دالتون وهو مصاب، وديك بيجي وبيطلع انه عايش وبيقول له دالتون انت لازم تمشي من هنا، البلد دي مش شبهك في اي حاجة. ودالتون فعلا بيمشي. وبتيجي فرانكي بعدين وبتعاين الأضرار في الحانة، ودالتون بيروح يستنى الأتوبيس عشان يمشي. تشارلي بتظهر وبتحاول تقنعه يفضل موجود، لكن دالتون بيقولها ان الأحسن ليه ان هو يمشي. ونشوف ان شنطة الفلوس اللي دالتون خدها من الضابط راح سابها في محل تشارلي، وستيفن بيتفاجئ لما بيشوف الفلوس وبيفهم ان دالتون هو اللي سابها. واخر مشهد بنشوفه في الفيلم ان نوكس طلع عايش وخرج من المستشفى. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيلم، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي.